قرية في قلب الغربية بس قدرت تنافس الأثاث الدمياطي. الدولة وعدتهم بحاجة هتخليهم رواد في صناعة الأثاث في مصر والعالم كله، بس الوعد ده بقاله 15 سنة واقف بسبب الظروف الاقتصادية. يا ترى إيه هي حكاية القرية دي؟ وإيه الحلم اللي مستنيين يحققوه من 15 سنة؟ لو عايزين تعرفوا الحكاية خليكم معانا في الفيديو ده. على بعد 20 كيلو متر من مدينة طنطا في قلب محافظة الغربية في قرية اسمها كتامة الغابة، واحدة من القرى اللي بتجمع بين أصالة التراث وإبداع الصناعات اليدوية، وأكتر ما يميزها إنها بتحاكي قلعة الأثاث في دمياط، وتعتبر مركز مهم في صناعة الأثاث والموبيليا في مصر. رغم إن القرية عدى عليها 15 سنة على تخصيص أراضي فيها علشان يعملوا منطقة صناعية للأثاث، بس الحلم لسه ما تحققش ولسه أهلها عايشين على أمل تحقيقه. كتامة الغابة قرية مشهورة بقدرتها على إنتاج الأثاث بجودة عالية وسعر منافس، وده خلاها المكان المناسب لأي حد عايز يشتري أثاث لبيته أو أي عريس وعروسة لسه بيأسسوا بيتهم. وده بيرجع لسمعة القرية القوية بسبب مهارة أبنائها وعراقة الصناعة عندهم. مصطفى عطا صاحب ورشة ومعرض للأثاث قال لموقع الأهرام إن قريتهم المشهورة بسبب جودة وتنوع منتجاتها اللي خلتها تنافس الأثاث الدمياطي، وده خلى القرية المكان الأحسن والأنسب لأي حد هيشتري أثاث. ومش بس كده، لا ده كمان القرية بتصدر منتجاتها لعدد من الدول العربية. وقال إن صناعة الأثاث في كتامة مهنة عائلية بامتياز، يعني هتلاقي كل أفراد الأسرة شغالين فيها، بداية من ورش تصنيع الأخشاب والدهانات لحد المعارض. كل واحد في الأسرة يشوف إيه اللي مناسب ليه في الشغلانة. أهالي القرية عندهم حلم متأجل بقاله 15 سنة. يا ترى إيه هو الحلم؟ في 2009 الدولة خصصت 11 فدان من أرضها علشان تعمل منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث في كتامة، بس المشروع مكملش، ولحد دلوقتي أهل القرية مستنيين إنه يكمل بفارغ الصبر. المنطقة الصناعية دي كانت هتبقى فتحة خير على كل القرية، كان هيكون فيها 1600 ورشة و900 معرض، ده غير ورش لقطع الغيار والمستلزمات. طب هو إيه السبب اللي خلى المشروع ده ما يكملش؟ المشروع فضلت الدولة شغالة فيه لحد سنة 2011، وبعدها بسبب الظروف السياسية والاقتصادية وقف المشروع لحد دلوقتي. بس سنة 2017 الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حاول انه يحيي المشروع وعدل التصميمات وعمل خطط جديدة لتطوير المنطقة، بس برضه ما كملتش. بس عمل مبادرة اسمها نحن الأكثر إنتاجا، وكان في المبادرة تنظيم معارض لعرض منتجات القرى المنتجة، وطبعا كان بينهم قرية كتامة. المبادرة دي كانت بتسعى لتعزيز مستوى الأداء الحرفي والمهني، وكمان علشان القرى تكون جاذبة للعمالة وتتوسع في الأسواق العالمية. من بين التحديات اللي بتواجه القرية بقى هي العشوائية والإزعاج بسبب إن الورش جوه البيوت، لكن مع الخطط اللي محطوطة لنقل الورش للمجمعات الصناعية الجديدة المشاكل دي هتتحل. كمان لما يتعمل مركز تدريب مهني لتدريب العمالة حسب النظم التكنولوجية الحديثة، ده هيساعد في الحفاظ على جودة المنتجات وهيضمن استمرارية النجاح. عايز أقولك إن قرية كتامة فيها عدد كبير من الورش المتخصصة في حفر القويمة، وده اللي خلاها تتفوق على دمياط في بعض جوانب الصناعة. القويمة في كتامة بيتميز بجودته العالية لأنه بيتصنع من خشب الزان والسويد والفايبر، ويعتبر من أهم المراحل في صناعة الموبيليا بسبب دقته وجماله. مع المجهود المستمر من الحكومة والمحافظة قربت كتامة من الوصول للأمل في تحقيق حلم المنطقة الصناعية للأثاث، والجهود دي من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير المهارات وتوفير المرافق اللازمة. بكل ده القرية هتقدر تتحول لمركز صناعي رائد في صناعة الأثاث، وهتساهم في زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للأهالي. دلوقتي بقى قول لنا، اشتريت حاجة من قرية كتامة قبل كده ولا لأ؟